ديالو هو غنعزل المحتوى ديالي صافي. تمايا كان داز تقريبا واحد 3 شهور ديال النزاعات، نهار على نهار على نهار على نهار، كل نهار كما نقولوا قصه جديده. يعني النزاعات بيناتكم في الدار، واش السبب هو الضد اللي كان كيدير معاك؟ داخل بزاف هاد الضد على بحال هكا. هو مؤخرا ولا كيدير داك المحتوى ديالو ديال الشعر هكا دوك الحركات انا ما عجبونيش. واخا هادشي اللي بغيت نسولك، فهمتي؟ واش الشاف العيالي انت اللي خلاك انك فرقتي المحتوى على الزوج ديالك، ما بقيتيش راضيه بالكونتوني اللي كيدير هو؟ اكيد انا كما عرفتو النهار الاول عرفت محتواه نقي، الاحترام. كنتلاقاو بالناس في الزنقه، لدرجه كنتلاقاو بالناس كبار قد والدينا، كيوقفك راجل ولا كتوقفك مرا كيقولك كنحسبكم ولادي، وحتى حنا خاصنا نحسبهم والدينا، ما نديروش شي حاجه اللي طيح بهم. وهذاك المحتوى اللي هو ولا داير ديال الشعر، انا ماشي ضد الشعر غير باش تعرف، ولكن بهذيك الطريقه انا ضده. ما باش هو يطول شعره انا طولته ليه، انا كنت كندير ليه العشوب، راه كندير هذه هي اللي ليه قالوا الناس، قالوا لي لدرجه غنقولها لك كتب لي مثلا برزوازي ولا مروان ربات لك الشعر وندمات. فعلا ندمتي حيت ربيتي لي الشعر؟ ندمت، وليت كنقولها جداني والله العظيم، ولا وليت كنقولها جداني. دابا انا كنت كنديروا دوك الوصفات، واحد الوصفه فعلا فعاله ديال بصح، وراه الا شفتي لي كومونتير ديالها راه غتلقى بزاف الناس شكروها. وبقاو كيقولوا لي، انا كنتلقى انتقادات بحال هكا كيقولوا لي وعلاش انتي ما ديريهاش. انا فاش كنت كنديرها كان قبل ما نحمل، من حملت هي فيها اعشاب سخانين، خزامه حرمل، هذا كان ايفيتيو شي حاجه بحال هكا. من وراها في الولاده ولدت انا بسبب طونسيون، طلع ليا طونسيون طالع حتى هو ما كيتحملش مع هذا، مع العشوب سخان. صافي انا يا حابساها، بقيت هو كنديرها لي بحال هكا نهار على نهار، كيطول نهار على نهار كيقادو. المهم كما قال خسر عليه فلوس ديال سميتو، ولكن عادي هكا يجمعوا هنا مشيطات كاينين، مشيطات ديال الرجال عادي. راه في العالم الرجال مطولين شعرهم، وفي الاسلام في الدين ديالنا ماشي حرام فعلا. ولكن بهذيك الطريقه باش نولي انا نطلع بواحد الفيديوهات وغندير هكا وندير هكا وندير هكا، كيثير الشبهات. انت هادشي اللي ما بقيتيش راضيه عليه. علاش؟ حيت انا تضغطت بزاف. دابا وليت فاش كندخل مثلا انستغرام، كندخل بلاصه ديال لي ميساج، كنقرا بحال هكا باش ناخذ لي كوموند، نشوف الناس شنو كيقولوا لي، اشنو كنلقى. شوفي راجلك شوفي راجلك شوفي راجلك. ملي انا هضرت معاه نهار الاول، نهار الثاني، الثالث، دخلوا العائله، هضروا كل شيء، افراسو عرفتي راسو قاصح لواحد الدرجه ما كتصورش. هادشي يعني كما قلتي، هادشي انت ما رضيتيش به اللي مرتو واللي شاركتو بيناتكم وليد. العائله كنظن الناس موجه ودايزه، يقدروا ينساوه، يخرج واحد اخر غيدير البوز وغينساو شكون هو البرزوازي. ولكن راه كاين ملي كيولي الزواج كتولي نسوبيه وكتوليو عائله وحده. عائلتك شنو كان ردة الفعل ديالو؟ اش غنقول لك، هضروا معاه، ولكن هو انا غنقول لك الشخصيه ديالو غتفهم اشنو وقع. هو واحد الانسان بحال نقولوا متمرد، ما كيبغيش يتحكم فيه شي حد، ما كيبغيش شي واحد يعطي فيه راي. فهمتي؟ يكون مشعكك تقول لي شوف راه مشعكك مشات شعرك عاد خرج، كيقول لك لا انا نخرج بيه بحال هكا، وكما قلتي كيزيد يشعكو. فهمتي؟ يعني كانوا تدخلات وما بحال كبيتي الماء في الرمله. كان عندك ضغط من العائله؟ ضروري. يعني كنتي كما قلتي انت راه شوف، راه العائله راني كنجمع فيها كل شيء، سواء الناس اللي كيتبعوني سواء العائله ديال بصح، المقربه كل شيء راه كان العتاب منهم كاملين. صافي انايا قررت انني نعزل حياتي. واخا من بعد ما خرجتي في هذيك ستوري قلتي انا غادي نعزل حياتي، بانت ستوري اخرى اللي دارت هي ضجه ديال المحل اللي كان كيجمعكم، البروجي اللي كنتو دايرينو بجوج، مشيتي كتفاجئي انا القفل تبدل. يعني كيف ما كانوا الناس عارفين نتوما كنتو معاونين، انت كنتي خدامه هو كان بالمحل، المهم معاونين مع بعضياتكم بيناتكم داكشي، حتى فجاه كتمشي كتلقاي الساروت مبدل ولا القفل مبدل ديال المحل. شنو كانت ردة الفعل ديالك؟ هذاك النهار كنت خارجه انا وبنت اختي نيت وولدي، مشينا للسينما، كنفوجوا بحال كاع الناس، خرجنا بحال هكايا، وكانوا كما قلت لك نزاعات وكل شيء. حنا فاش هضرنا على المحل قلت ليه شوف، دابا الناس كانوا كيجيو للمحل بزاف منهم، داك طريقه التقديم اللي كان كيدير هو، ديال مثلا دابا هو غادي يهز حلوه غايقول بحال هكا، كيجيو كيقول لك بغينا هذيك الحلوه اللي كلا هو. فهمتي؟ ولا مثلا فاش كنخلطوا سلو، الا خلطوه هو كيجي شي واحد كيقول لك بغيت سلو اللي مخلطو هو.
يعني والله هو كان العظيم لاعب دور في البيع. واحد الراجل كان كيجي عندنا بحال هكا كيقول لك بغيت تسلي ولكن ما تكونش مخلطو شويه، يكون مخلطو هو. عجبتني الطريقه ديالو هذا. المهم هذا الشيء قلت لي شوف هذا الشيء غادي يحبس. قلت لي الصوره ديالي انا في المحل بغيتها تبقى نقيه، ما بغيتش المحل يتقاس بالمحتوى ديالو. يعني رزقكم. فهمتي؟ قلت ليه المحل يبقى صافي انا غنتكلف به. قال لي وقلبي على شكون يصور لك وهذا؟ قلت له غنصور راسي والناس غيقبلوني كيف ما انا. قلت ليه حتى شي واحد ما تزاد معلم، انا غادي نتعلم بشويه بشويه، غنتعلم شويه. صافي بقينا في نقاشات، دازو نقاشات كبار على حساب المحل. هو تيقول لي ملي باغا تشدي المحل حيديت هذيك السميه. سميتو. قال لي ديك السميه هي اللي جايبه لك كليان بحال هكا. قال لي ديك السميه اللي جايبه لك كليان. قلت لي انا غنبدلها. قلت لي من غدا ما عنديش مشكل. وكنت نيت غادي نمشي نحيد بانو وكلشي. المهم ناض صداع كبير، مشيت انايا خرجت. مني جيت كنمشي انايا كل ليله كنمشي كناخذ لاكيس، كيجمعوا البنات الحساب كلشي، كنمشي كناخذ لاكيس باش نشوف شنو خرج شنو دخل شحال باقي د السلعه. مشيت والو داك القفل ما كيبغيش هي القفل اللي تبدل هو القفل ديال لاكاس. اشنو يقول لي بدلته. هو بدل القفل ديال برا كاع. انا باش غادي نحل ما تحلش ليا الكراج. اشنو هذا الشيء درتي؟ قال لي ما حالي، حيت فريمون هو اللي كاريه، هو اللي اصلاح ديالو بكل شيء ليه. يعني هو اللي بنى هذاك المحل بفلوسه كما نقولوا. هو بالمحل وانت بالخدمه. هو بالمحل وانا بالخدمه. صافي قال لي محلي انا حر فيه، بغيتيه خلصي لي الاتعاب ديالي. داكشي كاع اللي حطيت فيه خلصيه، داكشي كاع اللي جا مع ورايا وقدامي عطيته ليه. دابا انت عطيتيه فلوس ديال الاصلاح ديالو. رديت ليه عطيته الفلوس كاملين، شحال تقريبا داكشي اللي عندي ملاين حتى انا كنت حاضره الاصلاحات. المهم غير الافتتاح طلع لينا ب5 المليون. هذا غير الافتتاح بلا اصلاح؟ لا بالاصلاحات يعني كل شيء داخل فيه الاصلاح وكل شيء كاع داكشي الصباغه الماتيريال كل شيء يعني عطيتي رديتي. انا عاقل على هذيك 5 المليون عطيتها ليه. تخيل معايا شنو رد الفعل شنو كيكون. هذوك لي سبوت انا اللي درتهم حتى هما بغيتهم. قلت ليه هزهم حيدهم، قلت ليه هزهم حيدهم. هاد الدروك اللي غير حدايا غادا ندير كل شيء. انا غادا ندير غير الشمعه ونحل المحل انا غير بنهار كاع عندي ما ندير. وصلتوا حتى لهاد المواصل وصافي. المهم لا اله الا الله صافي. يعني ما عجبكش الحال؟ شفتي راسك انت يعني معاه كتبني معاه درجه بدرجه في الاخر صعيبه شويه. ردي لي ما سهلاش راه كيما قلت لك راه هادي راه داخله في داك الضد ديالو. يقدر هو ما محتاجهاش لكن هو خاصو يحيدها لك. علاش؟ باش يهرسك بحال زعما اش غنقول لك بلا بيه راه ما غندير والو. واخا نسولك ليالي على حسب انت معودتي ليا، شنو احساسك في ديك اللحظه اللي انت بنيتي واحد البروجي وكان عندك احلام فيه ومع واحد الراجل حتى في الاخير كتسمعي غتردي لي الفلوس اللي خسرت وغتجبدي فلوس من عندك بقاش تعطيهم لبوت ولدك؟ بكيت ما عطيتيه 5 المليون راه ماشي ساهله باش كامله تعطيها. مساج هادي انايا حتى قلت لك انايا المحل تصلح على ايدي انا ما عرفتش فيه والو في الفلوس. بغيتي المحل وكان فيه انني ما نمشي مثلا نكري محل اخر ونبدا من اول وجديد سميت. ولكن انا تاع انايا هو دار الانانيه ديالو حتى انايا بغيت ندير واحد شويه ديال الانانيه. وقلت انا الناس كيعرفوني في هذاك المحل، انا اللي كنكون في هذاك المحل، انا اللي كنقابل هذاك المحل، انا المجريه البنات كنت صافي انا غنبقى في هذاك المحل. ولكن واخا يعني كما نقولوا تمردتي انت وبغيتي ديري الضد تألمتي بزاف راه ما سهلاش. باش غادي تكون تعبتي. انايا غير فاش ولدت ولدي كنا طحنا في ازمه راه كلشي عارفها واضطريت نتسلف. علاش؟ حيت فاش بغيت نبيع الطوموبيل كاين بزاف الناس اللي كيستغلوا هذيك الفرصه ديال انك محتاج طوموبيل ساويه 12 مليون كيقول لك نعطيك 3 المليون ربعه حيت عارفينك محتاجه الفلوس. انا خاصني 15 مليون. شفت حتى عيد راه تسلفت قلت اللهم السلف ونرد ولا نضيع في الطوموبيل وما غتعوضش فعلا. شحال غادي خصك باش تعاود تجمع عاوتاني باش تاخذ الطوموبيل؟ صافي تسلفت بحال هكا وخدمت وانايا كما نقولوا باقا نافسه انا وولدي باقي في السبيطار وانا كنخدم.
باش ردينا الكريدي وباش صافي الحمد لله. وضروري عاد الواحد ما بديتي كيبدا عاد كيجمع. بديتي علاش انا كنخمم كان صراحه هذا حلم وباقي حلم، وان شاء الله غادي يتحقق إن شاء الله. بفضل الله، غادي يتحقق. بديت كنجمع. شنو كنقول؟ باغا ندير ريستورون، ان شاء غنديرها الله بحال كلشي هكايا، ممكن، كلشي قريب على وان شاء الله. الله واخا واخا دمرها، ولكن ماشي مشكل، ربي كبير، كلشي كيتعوض. يعني كتشوفي ان البرزوازي دمر الليالي الاحلام ديالها؟ ربما دمرك ماشي غير الاحلام حتى داخليا. داخليا بزاف كاع، لدرجه غنقولها لك و عرفت كيفاش غنوصلها، ولكن ندمت كاع على تزوجت. بقيت غير ديال راسي، حتى انا ما كنتش اصلا، انا كنت ضد الفكره ديال الزواج. ندمتي حتى تزوجتي؟ حيت انايا كنت خدامه، انا من نهار عرفني انا كنت خدامه. انا واحد البنت عزيز عليها تخدم، سيرتو الكوزينه، شي حاجه اللي كبر من حلم، شي حاجه اللي كنلقى حب، فيها كتخدمي راحتي، حب بحب. كبير بزاف. انا غير الا كنت معصبه كندخل الكوزينه، كترجع هكا كتخمل ونطيب وندير كلشي، كنلقى راسي كاين صعيب ان ارتحيت. الانسان يوصل لمرحله يقول يعني بعد مده ديال الزواج يقول انا ندمت على تزوجت، يعني ما وصل ليها حتى دمر ديال بصح. دازو بزاف ديال الحوايج، راه قلت لك النزاعات راه بحال كل نهار قصه، بزاف بزاف. هادشي كنعاود لك انايا كما نقولوا خضره فوق طعام. يعني نقدروا نقولوا كاينه نرجسيه. كاينه. واش صعيب يعني المراه في حياتها الزوجيه انها تعيش ولا تتزوج براجل نرجسي؟ صعيبه بزاف. شنو يقدر يدير لها الحياه؟ هو غادي يدمرها، غيحطمها. الضحكه غتولي خاصها، الا بغات تضحك تشاور معاه، فهمتي؟ اولا الا ضحكات علاش ضحكتي، ما خاصكش تضحكي. الحمد لله على كل حال. ربي كبير. داكور، انا صادفتو ودرنا حلقه وبزاف ديال الناس شافوها، سولتو على بزاف ديال الاسئله وجاوب على بزاف ديال الاسئله. الاجوبه ديالو بكل صراحه كانوا نقدر نقول لك يعني غير منطقيه بالمره، ونعطيك بعض منهم وانت تعطيني الراي ديالك. فمثلا انا سولته واش تقدر تستغنى على مرتك وولدك على قبل شعرك؟ قال لي غيديرها، وانا نبصم لك عليها بالعشره. يسمح فيك انت ولدك على قبل يسمح شعرك؟ ونبصم لك بالعشره انايا. علاش؟ بحال الراجل اللي غادي ينوض معاه نقاش على قبل الشعر بحال هكايا، وغادي يختار انه يخرج من الدار ويكري بوحدو ويجلس بما عرفت شحال، ونهار اللي يقول ليه راسو يجي باش يشوف ولدو، يجي يدخل مع 4 الصباح مع 5 مع ما قال ليه راسو، يشوف ولدو ويعاود يخرج عاود ثاني. وهذا الشيء انايا كنقولها وكنتحمل مسؤوليتها، غير ما عرفتش اشنو باغي يبين بها. اما باش هو صادق زعما جاي كيشوفو حبا فيه، ما كنظنش. علاش؟ يعني سؤال، هو غادي يبغي يشوف ولده، علاش غيجي مع 4 ل5 الصباح؟ شنو زعما الهدف؟ انا بعدا وليت كنسدلوا عليا الباب من الداخل، نحافظ عليا انا وولدي، معايا اختي، صافي. شنو الهدف؟ يعني ما عرفتش اشنو باغي يوصل. دابا هو فاش كيجي في دوك الاوقات، انا كما نقولوا حفظته. وشوف هو واحد الشخص اللي تحفظو حتى تعيا وغتلقى راسك ما فاهم والو. انا حفظته. هاد التصرفات بحال كيدلوا على انه كيقلب على شي صداع، كيقلب على شي كومبا انا وياه. يعني غيجي مع الربعه غتقولي انت علاش جاي في هذا الوقت هذا، علاش هادي انا ما كتعجبو الاكشن، خصو يدير شويه ديال الاكسيون. انا يلا لا انا صافي تكالميت بزاف من جهته. وحاليا درت مجهود كبير باش اول حاجه نديرها في حياتي باش انني نبقى واقفه على قبل ولدي، انني نفاصل عاطفيا على ذاك الشخص. انا سولتو نفس السؤال وغادي نسولو لك حتى انت، واش مازال كاين حب؟ مازال كتبغي راجلك؟ الحب سميه كبيره على هذاك الشخص، ما يمكنش. بغيتو ماشي ما بغيتوش، ولكن حاليا باش نقول لك كنحس بشي حاجه من جهته، انا ما بقيتش حامله تنشوفه. واو، فهمتي؟ حيت كتشوف واحد الشخص كنتي باني فيه بزاف ديال الاحلام، كتولي ملي كتشوفو كتشمئز صافي، ما كنظنش بقى الحب. واهم حاجه هي الواحد يمشي بعقله صافي.
يعني انت ديزاكتيفيتي العاطفه، اكتيفيتي الدبا، حيت عقلي هو اللي غادي ينفعني. شنو بان لك انا وما وصلكش؟ هذاك الشيء اللي دار ما كيدارش، وما خاصوش يدار، وما كانش خاصو ما خاصوش يدار عاود، مازال صافي. صعيب. المهم فرصه كتعطى مره في الحياه. فعلا راه بعض الاحيان يقدر يجيك رزق في حياتك وما يقدرش يكون فلوس، يقدر يكون انسان كيبغيك طبيعة الحال. ويحبك ومخدم معاك ومقاتل معاك وصعيب هذا الوقت تلقى المراه يعني اللي تقاتل معاك على الزمان. صعيب في الوقت اللي متوفر فيه كلشي ساهل، الحرام ساهل، الزهو ساهل، تلقى مراه تفيق مع الصباح زي في حياتي وخدامه خدامه 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 تقدر هي تنسى راسها مي على ود راجلها وولدها قبل عائلتها الصغيره قلال. ولكن شوف الخير فيما اختاره والله. داكشي اللي كاين. غير واحد الطريفه صغيره، غير البارح الاربع كنت في درب وقع سلطان. البارح البارح زعما هادي غير واحد شي حاجه فيها. كنت في درب سلطان، انا مورا كنمشي لدرب سلطان كنتغدا وسميتو، والله العظيم الا كنت كنمشي فاش كنجيب الحوايج وهكا جايبه ليه هو وجايبه لولدي وجايبه مثلا لخويا جايبه ليهم. انا ملي كنوريهم بحال هكا انت شنو شريتي من عندي، راه كنلبس هذاك الشيء اللي في ماريو. البارح كندور بحال هكايا كتبان لي شي حاجه، مثلا جبنت لي هاد القميجه هادي كنشوف هكا كنقول زوينه ولكن ما يستاهلش. فهمتي بحال هكا زوينه ولكن ما يستاهلش. فعلا. فهنا ملي المراه صافي كتوصل كسيت راسي وكسيت ولدي وجيت بحال هادشي. مزيان طلعت عليك الخاص ضروري. الخرجه طلعت عليك الخاص والله العظيم. واخا الا فتنا الشعر كاينه قضيه اخرى ديال 20 مليون. هو كيطلب اللي بغا تزوج به تعطيه 20 مليون في الصداق حيت هو بوغوس حيت هو بن سلاله نادره. حيت هو بوغوس، حيت هو من سلاله نادره. شنو تقول المراه المغربيه قدامه؟ المراه المغربيه اللي كتقري وكتشقى وكتقابل كتهز المسؤوليه وتحمل وتولد وما عرفت شنو دير وتخدم من الفوق، شحال خاصها تطلب؟ على نديروها حساب أس السلاله، اثنان. على حساب السلاله نديروها ديالها. أس اثنان 20 في 20. ولكن شنو الراي ديالك انت عاشرتيه وعرفتيه عن قرب انه يخرج ديك الخرجه نديرو حنا الشهر دوزتيها قضيه ديال 20 مليون اللي بغاتني تعطيني 20 مليون؟ وهذه قصه قديمه يعني كانت في راسي قبل من الزواج، قبل ما نعرفوا انا كاع ماشي غا تونسيه، راه بزاف كان عابر القارات. نقدروا نقولوها بحال هكا. مهم بحال هكا صافي دوزناها. صافي شوف الانسان فاش كتعرف عليه كتنسى الماضي تمحي ديالو. الماضي فعلا. صافي بدينا من دابا. من بعد ما حنايا انفصلنا وبدا الخصام والنزاعات وهذا، عاد تبداو كيخرجوا دوك الحنين الى الماضي ولا ما نعرف شنو، ولا هو كيقول لك لا انا خاصني اللي باغا تزوج بيا دابا تعطيني 20 مليون. جيب لي انا غير وحده غتقبل عليه بهاد المواصفات، انا نعطيها 20 مليون تعطيها ليه. انت اللي مزوجه به، انت اللي عارفه واش كاين اللي غتعطيه 20 مليون. ما كنظنش. كنهضروا على الكاركتير ولكن هو ما كيهضرش على الكاركتير، هو كيهضر على الجمال وعلى السلاله وعلى شوف عنده حقه من الزين كاع كلشي زوين. راه علاش كاين شي راجل خايب وراجل زوين؟ الراجل ما كيتعبش بزينو، هذا زوين هذا بوغوس، هذا بوغوس نخليوها للوليدات الصغار. ولدي مثلا التقاده ديالو عامين حتى واحد النيفو اللي غادي يوصل مثلا 10 سنين خاصنا نبداو نرجلوه. فعلا. ما بقاش انت بوغوس وليدي بوغوس اجينا نو، صافي السميه ديالو صافي. انت راجل، انت بطل، خاصك تهز، خاصك دير، خاصك تقرا، خاصك. اما بد المصطلح ديال بوغوس ما ومن غير ومن غير المصطلح ديال بوغوس كاين مصطلحات اخرى، كاين فنيوان قطيوات. لا حول ولا قوه الا بالله. والله هادشي كيضحك وحق. وتيتي ربما تكوني شفتيه. انا كنعاود لك طلعوا لي، راه قلت لك ما تفرجتش في الحلقه ولكن طلعوا لي فيديوهات هكا دي رياكسيون ديال الناس طلعوا لي وشفتهم شنو هي الفنيون وشنو هي قطيوه. تعطيني غير المعنى ديالها، انا راه ما فهمتش. انا قلت مع راسي واش كانت ليالي كتقولها لي لا حيت قطيوات عرفتي باش تسمعها راه هي قليله باش تسمع قطيوات شي واحد كتقول لي قطيوات. سي فغي ما فنيون كاينه مقبوله. كنقولوها انا ولدي كنقول لي فنيون ديالي الزين ديالي قبيله ديالي. هذا قطيوات عمري ما قلتها لولدي، انا ولدي وما عمري ما قلتها ليه.
يعني انت واش مع ولا ضد انه في ديك القضيه ديال 20 مليون؟ انا ضد الفكره. هو يا معتبرها الشرط ديالو الا بغى يعاود يتزوج شغله هذاك، ولكن باش تعمم القضيه راه غتولي صعيبه. ما زويناش يعني ورا انت صراحه. قلتي كلمه كطيح من المراه بعد هاد القضيه هذه ديال انه يطلب لك كطيح من المراه. من راسك راه كطيح شوف هو شغله هذا كيطيح من راسو ولا سميتو، راه كيبقى هو راسو، كيبقى هو. ولكن هاد المراه غادا تعطيك 20 مليون، انت اش غتعطيها؟ وهذا هو السؤال. بزاف ديال الناس في مواقع التواصل الاجتماعي كيسولوا واش ليالي فاش بغات تزوج به عطاتو شي حاجه. لا، هو عطاني الصداق، شحال عطاك؟ عطاني 5000 درهم وقال لي الحوايج وهذا وهذا، وتقريبا غنقول لك شي 7000 درهم هكاك كان عطاها لي. خديت بها الحوايج داكشي ديال العروسه يعني في التوتال تقريبا كبيجامات نقدروا نقولوا داك هذا الصداق هذا 14000 درهم. سميتو. والعرس صافي، ولا العرس 12 اصلا درناه 12 اون فامي، شي حاجه غير بيناتنا، ما كانوش. يعني بزاف ديال ملي كيسمعوا كيهضر على 20 مليون كيقولوا ربما واش تزوج مع ليالي واش عطاتو حتى هي شي 20 مليون. ولكن انت دابا عطيتي 5 المليون ديال المعاش. هذيك شوف، حقه ديالو، هذيك حقه نقولوا بحال كنت مسلفاها. مادام انايا فزت بالمحل في الاخر فرح حقه فرح. فعلا. واخا المهم هذا غندير واحد النداء اللي غتعطيه 20 مليون راني عطيته 5. هاي ولات عندكم 25 مليون. فرط ما في السكن الاقتصادي. والله العظيم. الا قلت لك شنو تبغي تقولي لهاد يعني المراه الا مشينا في هاد ليستوار وهاد الشيء هو اللي كيقول ولقى هذه اللي غتزوج به، شنو تبغي تقولي لها؟ نقول لها الله يصبرك اختي والله يعوضك خير، و راك غتكوني ماشي مرا بعدا اولا. ما عرفتش كيفاش غادا نوصلها. على زعما حيت عطاتو فلوس. شوف سي با كيسيون ديال عطاتو فلوس، راه المراه والراجل كيتعاونوا مع بعضياتهم ماشي مشكل. انا عندي انت ما عندكش، كنكملوا بعضياتنا. راه كتساوي انت عندك، فهمتي؟ راه حتى ملي كنتزوجوا راه ما كيبقاش انا ديالي وانت ديالك، كيولي ديالنا، كتولي ديك فعلا. نون الجماعه، فعلا. فهمتي؟ ماشي عيب ولكن ماشي بهذه الطريقه. يعني كما قلتي لي تزوجت به فالله يصبرها. الله يصبر. وكنقول لك الصراحه، شوف انا داكشي واحد اللي الانسانه بالعكس صريحه راه بزاف. عجبتني لانك كتهضري كتقولي انسانه اللي صريحه كاين. بزاف. واخا شنو الراي ديالك ليالي في الناس اللي كيسميو انا البرجوازي بارد الكتاف؟ وهاد القضيه كتقال عليه بزاف لانه يعني الناس كانوا كيشوفوا ليالي خدامه، هو فاش خدام كيشوفوه مثلا كيصور ولا كيدير لايفات. شوف كيف ما قلت لك انا صريحه، واللي ليا واللي عليا ما كنبغي نتقلد بحتى شي واحد. هو انايا ديك الفتره فاش كان كيكون معايا وبارد الكتاف بارد الكتاف بارد الكتاف،